يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل وصفة حلوة مع بعض. مش هتقفي كتير في المطبخ في الحر ده، فعايزين وصفات كده ايه سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمة وخفيفة على المعدة. هنعمل كفتة داوود باشا مع المكرونة الاسباجيتي، حاجة في منتهى الجمال. مكوناتنا بسيطة جدا والخطوات كمان وطريقة التحضير بسيطة وسريعة، وإن شاء الله هتعجبك وأقدر أفيدك ولو بمعلومة بسيطة. أنا ويلا، ولو أول مرة تشوفيني أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها، وتقولي لي رأيك في الفيديوهات وجربيها إن شاء الله تعجبك. نبدأ نسمي الله. مكوناتنا زي ما انت شايفة كده قدامك: نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية كده صغيرة مبشورة، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات كفتة أو بهارات لحمة أو السبع بهارات. وحط أنا معلقة هريسة. معلقة الهريسة فيها طبعا نسبة من التوم، فبتديني طعم حلو جدا. لو مش متواجد عندك هريسة أو مش عايزاها حامية شوية، فانتي استغني عن الهريسة وحطي فص توم واحد، يكون ايه حجم كده وسط. اللحمة بتاعتك لو حاسة ان فيها نسبة سوائل، فانت هتحطي معلقة من الدقيق او ايه معلقة من النشا، يعني كانت متفرزة وفكتيها فحاسة ان فيها نسبة سوائل، فهتحطي ايه زي ما شفتي معلقة دقيق او نشا. انما لو فريش كده وطازة فبلاش، ممكن تستغني عن معلقة الدقيق. هتيجي بقى بعد ما سمختيها كويس مع بعض جدا في الكبة، هتروحي ايه بقى تعمليها كويرات كده وهنعفرها بالدقيق. عشان تعملي كفتة داوود باشا مظبوط لازم اللحمة المفرومة بتاعتك تكون لحمة أحمر صافي. بلاش يكون فيها نسبة دهون أو يكون فيها ممكن عصب. لو فيها نسبة دهون هتفك منك في الصلصة وهتبقى كده مفرولة ومش متماسكة. وكمان لو فيها نسبة من العصب هتفلق منك كده وشكل الكويرات هيكون مش متساوي. فانت لازم اللحمة تكون أحمر صافي. هتيجي بقى بعد ما كورناها وعفرناها بالدقيق عند التسوية، الطاسة بتاعتك سخنة فيها معلقة من السمنة، وهتمسكي الكرات. هنعيد كده ايه تشكيلها مرة كمان منه علشان يكون الشكل متساوي، وفي نفس الوقت تحوشي اي دقيق زوادة من كويرات الكفتة. لان الدقيق الزوادة بيخلي الصلصة بتاعتك تقيلة، وفي نفس الوقت بتلزق في الطاسة بتاعتك. يعني كمية الدقيق لو زادت منك وانت بتحمري الكفتة او حطيتي الكويرات وانت ايه كده على طول من غير ما تنفضيها من الدقيق كويس، هيساعد ان الصلصة بتاعتك تلزق، وكمان هتكون سمكها مش ظريف ومش هتحبيه. بعد ما حمرتيها يا بنات تحميرها بسيط زي ما انت شفتي، هز الطاسه وبطرف الاسباتيولا كده تقلبي فيهم، هيتحمروا معاكي بكل سهوله. بعد ما تحمروا بالشكل ده، هو فص توم واحد مفروم وهتحطيه مع الكفته وتقلبيه مع الكفته. اول ما تشم ريحه التوم كده والتوم بس يتشوح بسيط، بلاش تحمريه للاخر عشان ايه ما يديكيش طعم مش مستحب او طعم مش ظريف. انت بس يتشوح كده مع الكفته. هتروحي تنزلي بقى بعصير الطماطم، سواء بقى متفرز او فريش، ونص كوباية كده من المية. وتسيبي بقى الصلصة بتاعتك تغلي وتتسبك، الكفتة بتاعتك تستوي، وتظبطي بقى الصلصة بتاعتك ملح وفلفل ورشة من البهار، وكمان معلقة سكر. نيجي بقى يا بنات عايزين نطعم المكرونة عشان طعمها يكون حلو، مش مجرد انك بتاكلي مكرونة مسلوقة كده وخلاص. زي ما انتوا شايفين كوباية من المية عليها مكعب مرق، معلقة كده من السمنة البلدي، وملح وفلفل. واول ما تغلي الكوباية دي تروحي تنزلي بالمكرونة بالشكل ده، وتقلبي المكرونة كلها في مرقة الدجاج مع المية مع الملح والفلفل. بيكون طعمها زي العسل وبيكون حلوة جدا، تتاكل كده اصلا من غير اي صلصة، مش مجرد ان انت ايه بتاكلي مكرونة مسلوقة وخلاص. جربي الطريقة دي ان شاء الله تعجبك، او التركة دي هتعجبك جدا. لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك. هنيجي بقى يا بنات نغرف الطبق. طبعا تقدري تستبدلي المكرونة برز وتعملي سلطة. انا المكرونة عملت مكرونة وقدمتها مع مخلل، وكانت بالجمال والحلاوة دي، وفي نفس الوقت كانت خفيفة جدا. هتقدمي بقى الطبق بالشكل ده، هتحطي المكرونة وتحطي فوقيها الكفتة مع الصلصة، وجربيها وبالهنا والشفا. واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.